لا تسلم أي علاقة من الأزمات والمشاكل، فالعلاقات الإنسانية بطبيعتها معقدة، تتداخل فيها المشاعر مع المواقف، وتتباين فيها الطباع والاختلافات. ومن الطبيعي أن تمر كل علاقة بمراحل من الفتور أو التوتر أو سوء الفهم، لكن اللافت للنظر أن هذه اللحظات الصعبة تكون كاشفة بامتياز، فهي تختبر عمق العلاقة وتفرز بين ما هو حقيقي وما هو عابر. فكما أن الذهب لا يعرف بلمعانه بل يختبر بالنار، كذلك العلاقات لا تقاس في لحظات الفرح بل في أوقات الضيق والاحتياج والمحن. ومن هنا تأتي المقولة: المشاكل تقوي العلاقات الحقيقية وتنهي العلاقات المؤقتة. أولاً، لماذا تعتبر المشاكل معياراً لصدق العلاقة؟ لأن المشكلة بطبيعتها تخرج ما بداخل النفوس وتكشف عن النوايا، وتظهر حقيقة الأشخاص بعيداً عن الأقنعة التي قد يرتدونها في الأوقات العادية. في لحظة الخلاف ترى من يستمع إليك ومن يهاجمك، من يحاول فهمك ومن يسارع باتهامك، من يتمسك بك رغم الألم ومن يبحث عن أول فرصة ليرحل. في الأوقات الصعبة يظهر الفرق بين من يعتبرك أولوية ومن يراك خياراً مؤقتاً. ولهذا السبب كانت الأزمات كاشفة واختباراً لا يمكن التلاعب بنتيجته. ثانياً، العلاقات الحقيقية تنمو تحت الضغط. هناك نوع من العلاقات يزداد صلابة بعد كل خلاف، تماماً كما تزداد جذور الشجرة عمقاً كلما عصفت بها الرياح. في العلاقة الصادقة يكون الخلاف فرصة للفهم وليس للانفصال، مساحة للنقاش لا ميدانا للصراع. العلاقات التي تتخطى المشاكل تخرج منها أقوى، لأن الطرفين قررا أن يتحدثا، أن يستمعا، أن يتفهما بعضهما رغم الألم، قررا أن يمنحا العلاقة فرصة جديدة. ثالثا، العلاقات المؤقتة تنهار أمام أول اختبار. بالمقابل، هناك علاقات تنهار بسرعة عند أول مشكلة، ربما لأنها لم تكن متينة من الأساس، أو لأن أحد الأطراف لم يكن صادقا في مشاعره، أو لأن العلاقة كانت قائمة على المصالح المؤقتة أو الإعجاب السطحي أو حتى العادة فقط. حين تحدث أول أزمة لا تجد تمسكا ولا حرصا، بل هروبا أو صمتا أو تجاهلا. يختفي الطرف الآخر فجأة، أو يتغير دون مقدمات، أو يصبح شخصا مختلفا تماما عمن عرفته. تلك هي العلاقات المؤقتة، تسقط عند أول اختبار لأنها لم تبنى على أسس قوية. رابعا، هناك من يختلف معك لكنه لا يتركك، بل يقف إلى جوارك، يحاول الفهم، لا يطلب الكمال، بل يقبل اختلافك ويقدر مشاعرك. وهناك من يستغل أي خلاف ليصنع منه سببا للرحيل، وكأنه كان ينتظر تلك اللحظة ليتخلص منك دون شعور بالذنب. العلاقات الحقيقية لا تتهرب من المواجهة، بل تفضلها على السكوت الذي يقتل. أما العلاقات السطحية فالمواجهة فيها أشبه بكشف حساب نهائي تمهيدا للرحيل. خامسا، الصدق في لحظة الخلاف هو ما يصنع الثقة. ما يبني الثقة بين الناس هو الصدق، خاصة في لحظات الخلاف. من يواجهك بألمه ويصارحك بانزعاجه ويطلب تفسيرا لأفعالك هو شخص يحبك بصدق. أما من يكتم بداخله أو يختفي حينما تتعقد الأمور فلا يمكن الوثوق به. الثقة لا تعني غياب المشاكل، بل تعني وجود شخص تعرف جيدا أنه لن يتخلى عنك عند أول هزة، شخص تستطيع الاعتماد عليه حين تتعثر، وتطمئن إلى أنه لن يستخدم نقاط ضعفك ضدك. سادسا، كيف نتعامل مع المشاكل بشكل يبني العلاقة؟ إن مفتاح تجاوز المشاكل ليس في إنكارها أو تجاهلها، بل في التعامل معها بنضج. إليك بعض الخطوات التي تحول الخلاف من نقطة انكسار إلى لحظة تقوية. الاستماع الحقيقي: استمع دون أن تقاطع، افهم قبل أن ترد، حاول أن ترى الأمور من وجهة نظر الآخر. التواصل الصادق: عبر عن مشاعرك بوضوح، لا تتحدث بلغة الاتهام بل بلغة الشرح والمشاركة. الهدوء في الطرح: لا تجعل الغضب يدير الحوار. الكلمات الجارحة تترك أثرا طويل الأمد. النية في الإصلاح: ادخل النقاش بنية الحل لا بنية الانتصار. الاعتذار عند الخطأ: لا يوجد ما يقلل من قدرك إن اعتذرت، بل على العكس، الاعتذار ينم عن وعي واحترام. الغفران والتجاوز: إن قررت الاستمرار فلا تبقي قلبك معلقا بالأذى، سامح وابدأ صفحة جديدة. سابعا، العلاقات كالنبات، تحتاج إلى صيانة مستمرة، لا توجد علاقة تروى مرة واحدة وتترك.
مثلما تحتاج الزهور إلى سقي دائم، تحتاج العلاقات إلى اهتمام دائم واحتواء ومتابعة. والمشاكل أحيانا تكون جرس إنذار بأن هناك شيئا ما يحتاج إلى تعديل أو مراجعة. لذا لا تهرب من المشكلة، بل تعلم كيف تتعامل معها بطريقة تبني ولا تهدم. ثامنا، متى نعرف أن العلاقة تستحق البقاء؟ السؤال الأصعب: متى نكمل؟ ومتى ننسحب؟ الإجابة في الحقيقة لا توجد قاعدة واحدة لها. وجود نية صادقة من الطرفين للاستمرار. لا يكفي أن يحبك الآخر، يجب أن يريد أن يقاتل من أجل العلاقة أيضا. الاستعداد للتغيير. إن كان أحد الأطراف يرفض تماما أن يتغير أو يرفض الاعتراف بأخطائه، فربما العلاقة غير قابلة للنمو. العلاقة التي تستحق هي التي تشعرك بالأمان حتى وأنت في عمق الخلاف، والتي تخرج منها كل مرة بشيء جديد عن نفسك وعن الآخر. تاسعا، فالعلاقات المؤقتة قد تأتي كدروس لا كأقدار. تأتي لتعلمك كيف تحب نفسك أكثر، وكيف تختار في المرات القادمة بطريقة أذكى. المشكلة ليست في الرحيل، بل في البقاء مع من لا يستحق. المشكلة ليست في الخلاف. الخلاف لا يفسد للود قضية. إذا كان الود حقيقيا في النهاية، علينا أن ندرك أن المشاكل ليست عدو العلاقات، بل دليل على أنها حية، وأن هناك شعورا وأهمية متبادلة. فالعلاقات التي لا تواجه مشاكل قد تكون ميتة أو باردة. المشاكل إن تمت مواجهتها بالنضج والحب تكون فرصة عظيمة لبناء علاقة متينة قائمة على الفهم والثقة والتقدير. أما إن كانت العلاقة مجرد وهم، فستتكشف سريعا وينسحب الطرف منها بهدوء وكأنه لم يكن. فتذكر دائما: العلاقات الحقيقية تقوى بالمشاكل، والعلاقات المؤقتة تموت بها.